ازاي تقدر تعدي اول يوم بدون عادة سرية؟ هناخدك رحلة بتعرفك بيحصل معاك ايه في اليوم ده وازاي تعدي الصواعب بتاعتك. بص يا صديق، انا عارف انك حابب تتغير ومفيش حاجة في الحياة هتغيرك بسهولة، ولكن الموضوع هيتعبك شوية، ولكن دايما النتيجة تستاهل. لما تلاقي نفسك ثقتك زادت بقيت راجل فعلا. وانا حبيت اقولك في البداية عشان اوريك الحقيقة، وكل حل من الحلول جاي من دراسات. يعني بوعدك لو طبقت اللي هقوله لك باذن الله هيعدي اول يوم بنجاح. ودايما حط في دماغك لو عديت اول اسبوع انت عديت 50% من المعركه. تعال نخش في التفاصيل وازاي تتعامل مع الصواعب. اليوم الاول بيبقى صعب شويه، ولكن انت بيكون عندك حاجه اسمها التحفيز العالي، وبتسمى اول يوم الصدمه والفراغ. في اول يوم انت بتحس انك مش انت، لان العاده واخده مساحه ضخمه من وقتك وطريقتك في التفكير. ولما قررت توقفها ظهر فراغ كبير. الفراغ ده اكيد بيخوفك ولانها جزء كبير منك، ومخك بيزن يقول لك بس مره واحده هترتاح. او على فكره، وهنا اول حاجه اسال نفسك في الحته دي بالظبط: انا عاوز اكون عبد الشهوه ولا اكون حر؟ وانصحك تعمل الاتي: واحد، امسح كل الحاجات اللي ممكن ترجعك. اتنين، حط خطة لليوم من لحظة إيقاظك لحد ما تنام. التالتة والأخيرة، حاول تنام بدري لأن الليل خطر عليك قوي في الوقت ده. وطبعا أنا مش هسيبك كده تايه يا عزيزي المشاهد، وانتظر فيديونا اللي جاية لأن هعمل تقريبا 30 فيديو بيحاكوا رحلتك من كل يوم وإيه اللي بيحصل معاك بالتفصيل. ولو لقيت تفاعل كويس وتعال بتشجع بإذن الله هجتهد جدا وأحاول أعمل لكم كل يوم فيديو. وما تنساش فيديوهاتنا الجاية.